من جديد مشاهدينا ومتابعي برنامج شروق مورنيغ وبرنامج خط أحمر. فضيلة مختاري حاضرة معنا. صباح الخير فضيلة. صباح الخير زميلي محمد. كل عام وانت بألف خير وطاقم برنامج خط أحمر كل عام بألف خير. وإحنا بخير. سعيدة جدا أن أكون من بين الذين يفتتحون السنة الخامسة على التوالي. إن شاء الله العاقبة ل50 سنة أو 500 سنة ولم لا. إن شاء الله إن شاء الله 500 سنة بزاف. إن شاء الله يكونوا أولادنا. إن شاء الله إن شاء الله. فضيلة إذا قبل ما يعرفك المشاهدين في خط أحمر، كنت من بين الصحفيين في الجريدة، يعني القراء تعرفوا عليك في الجريدة عبر صفحات الجريدة. فضيلة مختاري، كيفاش يعني من الشروق الجريدة إلى الشروق القناة، كيفاش كانت الرحلة؟ زميلي محمد، والله اللي يعشق الصحافة يعشق كل فنون الصحافة، سواء كانت صحافة مكتوبة أو في الصحافة السمعي البصري. كان ربما حلم، لكن كنت متخوفة شوية، لكن الحمد لله كاين ناس قنعونا باش ننتقلوا إلى المجال السمعي البصري، وأعتقد أنها كانت تجربة مفيدة جدا. طبعا تجربة مفيدة، وربما الحلاوة تاع التجربة كانت روبورتاج اللي درتيه على المتسولين. تاع الطلبة تفعلوا. كيفاش يعني عاودنا في تركيا نقول للمشاهدين بالك ما يعرفوش محمد فتح خوخي، كانت معنا تجربة جميلة جدا في تركيا. كنا مبعوثي تاع شروق ولا ذاك الوقت وسيلة إعلامية، وكان راح يطلب بالأورو في تركيا. أني بيعت. يعني العرب من بين الناس اللي اسعد دائما بمرافقتهم في الرحلات تاع الصحفيين ونوار باشوش، هي ايضا وجه لها تحيه. من الروبورتاج تاع المتسولين كانت روبورتاجات اخرى، روبورتاج تاع الحراقه في لندن يعني اللي سجلتي واللي اثر كثير، ومعك برنامج خط احمر. من الروبورتاجات الخط احمر علىها خط احمر. شوف، تجربه الشروق تحقق كانت تجربه جميله جدا، خاصه في بدايتها مع الزميله ليلى بوزيدي. كانت انطلاقه قويه لهذا البرنامج اللي قدرنا فيه نتقمصوا ادوار عده مبينه، مثلا تقوس دور متسوله، دور نصرانيه تدخل الى الدين المسيحي، دور حتى رحنا الى حراقه الى لندن. كانت تحقيقات جميله جدا، لكن فيما بعد الصحفي دائما بحاجه الى استقلاليه في برنامج وحده، يكون عنده بصمته خاصه، يكون هو يتحمل الفشل ويتحمل النجاح. وانتقلت الى خط احمر، وبالمناسبه ساعدني جدا الاستاذ علي فوضيل اللي عندما تقدمت بهذه الفكره تاع برنامج خط احمر يعني بصم لي بالعشره وقال لي خذي كامل الامكانيات وبون صراحي برك. ما كنتيش متخوفه من خوف تجربه البرامج الاجتماعيه خصوصا في الجزائر؟ يعني احنا عندنا تقريبا نقولوا 90% من المواضيع الاجتماعيه في الجزائر طابوهات. صح. يعني في البدايه كان برنامج خط احمر كان شويه المجتمع ما تقبلش المواضيع، انك تدخل لبيوت العائلات الجزائريه بمواضيع من الطابوهات، مثلا الامهات العازبات، الزواج العرفي، الفتيات الهاربات من البيت. كانت مواضيع طابوهات، لكن قدمناها للمجتمع بدون ان نكسر حرمه العائلات الجزائريه. كنا دائما كنت اؤمن باللي لا انا لا الصحفي ولا الامام ولا المحامي ولا النفساني يقدر يقنع الفتاه اللي راهي قاعده في البيت باللي بالك تهربي من الدار، بالك ديري كذا، بقدر ما يقنعها حاله كما هي. تجي قدام الكاميرا وتقولها بالك تخرجي، هاني انا خرجت من الدار هاوليك واش صرا فيا. لهذا برنامج خط احمر بالك من البدايه كان ما نقولش المجتمع كان رافضه، لكن المجتمع نوع من التحفظ على بعض المواضيع، لكن فيما بعد اصبح برنامج خط احمر، اصبحنا نشوفوا برامج عده هي نسخه طبق الاصل لبرنامج خط احمر. حتى ولات عندك طبقه شعبيه. برا يقول لك فضيله تاع خط احمر، خصوصا يعني جداتنا يعني يتبعوك بالبزاف في هما راس بالي، جايز نوجه لهم تحيه اذا راهم يشوفوا فينا. فضيله من الصحافه المكتوبه السمعي البصري خط احمر، فضيله ولات مشهوره، شوفوها في التلفاز نجمه كبيره. انا نتبع يومياتك في الفيسبوك، لكن حكينا يعني هكا تكوني تمشي برا، وشنو التساؤلات تاع الناس، واش يطرحوا لك الناس، يعاونوك في المواضيع، يعاونوك في طرح افكار جديده؟ شوف محمد، بالك راك معايا. برنامج خط احمر قدم لي الكثير، قدم لي محبه الناس، قدم لي اني كي تمشي في حتى يعني كي تروح تشري ولا كي يشوفك يقول لك معليش ديها بنص وما يعني يعني شغل بعض الحلاوه تاع المواطنين يحبوك لدرجه
تروح مثلا تاكل تلقى تروح تخلص يقول لك نو كان خلص عليك، ايوا شكون خلص عليا؟ يعني هذه من الاشياء الجميله يعني اللي قدمها لك مثلا تلفزيون بصفه عامه. لكن ايضا في ناس يحبسوك، يعني اتالم جدا ان الناس يحبسوك في الشوارع ولا يحبسوك في الطرقات، عندهم مشاكل ما قدروش يحلوهم. يعني دائما تمشي معك وانت تكون لازم مستعد باش تمد رقم التليفون تاعك. وبعكس يولي ستاندر تليفون تاع فضيله مختار، عبا ما حبيتيش تنفد عليك. فضيله، حتما 4 سنوات 4 مواسم من خط احمر، جازوا عليك حالات يعني متعدده، حالات متنوعه. الحاله يعني اللي اثرت فيك، نقول لك اثرت فيك. شوف محمد، من بين الحالات اللي تاثر فيا جدا هي الحالات تاع الناس اللي يحوسوا على ذويهم، هي مجاهيل نسب اللي يجيك بعد 30 سنه ما يعرفش ما يحوس على يماه انه مشتاق كلمه امه، ولا واحد يحوس على باباه عنده زهايمر خرج من الدار. هذه هي الحالات اللي انا بمجرد يعيطنا واحد يقول لي نحوس على بابا، نقول له فوت لك الاولويه اختي. على بالي واش معنات انسان يحوس على باباه، انسان كبير مرمي في الشارع، كما على بالي واش معنات الالم ان انسان ما عندوش يماه يجي البرنامج، بالك اخر امل انه بخط احمر يقدر يلقى يماه. والحمد لله انا سعيده جدا ان كثير من الناس اللي مروا في البرنامج لقاو ذويهم. ربما اخرهم يعني الحلقه اللي كانت مؤخرا هي حاله مجهوله النسب يمينه اللي عندها اكثر من 40 سنه وهي مجهوله نسب. بمجرد ما فات برنامج خط احمر يعيطوا لها خاوتها، كانت يعني وكاني انا اللي لقيت خاوتي ماشي يمينه اللي لقات خاوتها. يعني ما شاء الله ان شاء الله نقولوا دائما تكون هذه، لانه كاين ناس يقول لك هذه البرامج الاجتماعيه يعني دائما تدخلنا الهم للبيوت، لكن نقول لهم تدخل الفرحه ايضا، لانه أكيد. هذا الهم ما كاش ربما جزائري ما عندوش مشكل في انا من داك نقول حتى انا عندي مشاكل، حتى انا عندي هموم، شكون فينا اللي ما عندوش مشاكل؟ لكن دائما نسيو نلقاو لها حل، سواء من الجانب القانوني او الديني او الاجتماعي. ونذكر بلي برنامج خط احمر ما راهوش برنامج لفضح اسرار بيوت العائلات الجزائريه، بقدر ما هو برنامج باش نلقاو حلول. احنا ما نجيبوش 2 اشخاص باش نقولوا للجزائريين هملك الناس كيفاش يتداوسوا ولا هملك تفرجوا، احنا نو، لاننا نؤمن بالصحافه. الصحافه هي حل طرح المشاكل، طرح المواضيع وايجاد الحلول لها، مش اننا نجيبوا ناس في ليكرون باش يتداوسوا الناس الناس يعني تشوف المشاكل. في الختام فضيله، كلمه توجهيها للمشاهدين الشروق ومشاهدي برنامج خط احمر. اكيد. انا وكاين مشاهدين بعثوا اسئله شخصيه ما حبيتش نطرحها. ما نطرح الاسئله الشخصيه لاباج فيسبوك. انا نقول فقط الناس اللي راهم يشوفوا فينا ان شاء الله. نطرح لك سؤال شخصي فضيله تفضل بدون احراج. وحده قالت لك انت زوجتي فتاه داخل برنامج خط احمر، وقتاش نشوفوا فضيله عروسه داخل برنامج خط احمر؟ ما شكيتش ما شكيتش. لكن لما لا يكون برنامج خط احمر. سعيده جدا بهذيك الحاله، كانت جالست معنا، كانوا يتيمين زوجناهم ربما في حلقه استثنائيه بالك في العالم العربي اننا نشوفوا زوج تزوجوا في برنامج على الهواء مباشره، وناكد لك دوكا راهم بولاتهم، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من قلت لي اتمنى فقط للناس اللي يشوفوا الشروق ان هذه المؤسسه، هذا الشروق كي نقولوا الشروق، انا الشروق بالنسبه لي ما راهيش مؤسسه نجي انا نستنى اخر الشهر باش ندي مصروفي ولا باش نستنى لابي تاعي ونجي. شروق بالنسبه لي هي عائله، هي بيت. كي نشوف مثلا علي فضيل ولا نشوف نتخيل ماهوش فقط مدير الوالد اكيد بالك. انا من الاشياء اللي شروق فضل عليا اني قبل ما نكمل دراستي، قبل لا ليسونس، يعني كي كنت نقرا في الجامعه فتحت لي شروق ابوابها، وهي ما نلقاوهاش في مؤسسات اخرى، انه قبل ما تكمل قرايتك تدخل تخدم. يعني انا قبل ما نكمل قرايتي دخلت نخدم وترسمت وكنت نحكم الشهريه تاعي. لهذا أدير للشروق يعني بالكثير من الأشياء. وطبعا كل يعني العدد كبير من الصحفيين الشباب يدينون للشروق، ويعني الشروق سباقة لفتح الباب للمواهب الشباب. نشكرك كثير فضيلة، ونتمنى لك كل التوفيق وكل عام وانت بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله مبروك علينا هذا المقر الجديد إن شاء الله إن شاء الله. إذا مشاهدينا نجوم الشروق ما زالهم حاضرين معنا، ما زال حاضر معنا يوسف نكاع برنامج احكي حكايتك، خالد تهامي منبر الجماهير، ابن بطوطة الشروق فتحي شفيق المحنط وغيرهم كامل حيدولوا معنا ويحكيوا تجربتهم في قناة الشروق بمناسبة مرور 5 سنوات من تأسيس قنوات الشروق. بقوا معنا بعد